قلبي دالي حسيت شعري كده فايبس ليلى مراد، فقلت يعني ادخل لكم دخله مختلفه فاقول لكم احنا هنعمل ايه النهارده، علشان النهارده هنعمل عمايل. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا يا جماعه. دلوقتي زي ما انتم شايفين لسه بس البيت، وزي ما واضح عليا برده ان انا طالعه من الشاور، وزي ما انتم عارفين النهارده الموعد السنوي. سنوي ايه ده، انا بعملها كل شهرين. الموعد اللي احنا متعودين عليه اللي ايه، ايوه. ما رضيتش بقى اعمل اي حاجه في شعري عشان النهارده هنعمل لوك جديد كده. انا بحب اقص شعري قوي يا جماعه. المشكله انا حاسه نفسي قمه كيوت، بس حاسه نفسي انا بشبه سوكه في الاخر. بس النهارده الموضوع مختلف شويه، لان انا قررت ان انا هبدا معاكم من اول الاوتفيتس بتاعي. يلا بينا، مش هطول عليكم، تعالوا نختار مع بعض هنلبس ايه. انا على بالي البس البنطال اللي هو راح فرجيكم لحظه بس. بفكر البس ده يا جماعه، واللي هيسالني على دي الحقيقه انا بعد ما جبت البنطلون ده طلع مقاسه طلع مقاسه ضيق. شين قال لك اتصرف، جبت الوصله دي، هو دلوقتي الحمد لله واسع، بس انا خلاص ارتحت عليه. بنعملها كده بتبقى بدل الزرار. شايفاكوا يا اللي بتكتبوا ايه ده كله، ايه ده كله. هو نظامه اللي هو يا جماعه بيبقى واسع شويه عشان لو مقاسه يعني كبير في الفيديو، مش للدرجه دي. على ايه بقى، بفكر البسه على التيشيرت ده، لان انا بحب قوي على التيشيرت ده بصراحه، بس هيبقى جامد يعني. وحتى ما اطول عليكم يلا بينا خلينا نشوف النتيجه. وكده بعد ما خلصنا ولبسنا، مش عارفه واضح ولا لا، بس خلينا نبعد شويه. شعري لحظه واحده. رجعت تاني عشان نسيت اسالكم كم من 10 الاوتفيت. سلطاها ايفاها. وصلنا عند ايفا، وزي ما انتم شايفين منتهى الحب مستقبلاني، والابتسامه تعلو وجهها. انت مش عاملاها دي ايه يا ايفا سايباني كده؟ لا ما ينفعش بصراحه. هتعملي ايه؟ هبهركو. يلا ايفا ركزوا بقى معايا هنا، قلت اصور لكم اخر كام لقطه كده بشعري ده قبل ما يتقص، عشان لما يتعمل تشوفوا الفرق. دلوقتي يا جماعه قلت لايفا تغير لي التيشيرت عشان خاطر انا خايفه عليه من الشعر يتبهدل. بصوا لبستني ايه؟ عسل ايه ده؟ انا باجي هنا بتهتر. قولي الناس عاملين ازاي دلوقتي. مش هشيلها، هسيبها. ايه عايزه ايه بقى؟ بص يا ستي، انا بحب الشعر القصير، يعني يا يطول قوي يا يبقى قصير، لكن في مرحله وسط كده انا بقى مش عارفه اعمل له ايه، زي ما انتم شايفين كده. فانا عايزاكي تظبطهولي كده. عيوني. يلا بينا. وبصراحه كنت اكسايتد جدا، مش متخيله هيطلع شعري عامل ازاي، فيلا بينا نشوف مع بعض. ابويا قال لي سيبك منه، يا ولا هجوزك احسن منه. فين؟ يا ولا انا قلت لا ده مفيش منه. بغني لوحدي. سوري ده تركيز. احنا لسه بنبدا يا ايفا. ايفا صوتها حلو جدا والله، حلوه الفورمه دي ايفا. هل عندك خبريه؟ غني لنا حاجه. ابويا قال لي سيبك منه. يا ولا رجعنا حاسس الميه معلش. مش معقوله كده بصراحه، شقتونا. اللي انت عاملاه ده لو سمحتي فكي. لا لو سمحتي فكي. عملت لي كده شعري وقالت لي خلاص روحي. انا بص عشان الحته دي. لا يا نار. لا لو سمحتي خلاص خلصيني، عايزه اروح. واخيرا يا جماعه خلصنا، وايفا عملت لي تسريحه الاستاذ عادل امام. ايه رايك؟ جميله. انت بتقول ايه؟ قولوا لي بقى رايكم مبدئيا، لاني عايزه اقول لكم اني انا وايفا ارهقنا جدا جدا، وقررنا ان احنا مش هنعمل شوار النهارده. مش هنعمل ايه؟ ششوار. مش هنعمل سشوار النهارده عشان محتاجه اغسل شعري، لان هي هزقتني، لان شعري فيه قشره. فقولوا لي بتتعاملوا معاها ازاي اصلا. ده كده مبدئيا هي كده 50% باينه منها، بس عايزه اقول لكم ان شاء الله لما تتعمل القصه هتبان تفاصيلها، وهتشوفوها بقى في الفيديوهات الجايه.